ما تخسروش ترك الشيخ. الراجل دوت يا جماعه مكسب لاي نادي. في البدايه السلام عليكم، معكم سموح. النهارده جاي اتكلم في نقط مهمه جدا جدا جدا، وجاي اتكلم يا جماعه عن حاجات مهمه جدا وعن نبذه تاريخيه بسيطه عن ترك الشيخ يا جماعه، اللي كان ليه استثمارات رائعه جدا في مصر. وجاي اتكلم عن كذا قصه يا جماعه، جاي اربطها ببعض لان الصدفه جمعت. وترك الشيخ طبعا بقى رئيس شرفي لنادي الهلال السوداني، وانا طبعا هنا بحلل لجميع مباريات الهلال السوداني، فعايزكم تركزوا جدا وتعرفوا ايه اللي ممكن يعمله الراجل دوت مع النادي. وجاي برضو اتكلم في حاجات مهمه جدا بخصوص تركي الشيخ طبعا، وايه العلاقات اللي كانت معاه في النادي الاهلي. وجاي اتكلم في نقط مهمه جدا جدا جدا، واللي انا كانت بالنسبه لي ان النادي الاهلي في قبل كده خسر الراجل ده. فعشان كده دايما بقول الكلام دوت موجه لاداره الهلال السوداني: ما تخسروش ترك الشيخ. في البدايه يا جماعه، طبعا الهلال السوداني ممكن ما يكونش عارف القصه اللي كانت قبل كده مع تركي الشيخ والنادي الاهلي والكلام دوت كله. يا جماعه تركي الشيخ يا جماعه يعني زي ما بيقولوا كده يا جماعه، النادي الاهلي بالنسبه لي خسر والكلام دوت. كان في ناس كتيره جدا مؤيده لكلامي وناس كتيره جدا كانت معارضه لكلامي، وكان من اهمها مثلا مصطفى يونس الكابتن التاريخي لنادي الاهلي، كان برضو مع نفس كلامي، وهو شايف ان النادي الاهلي خسر تركي الشيخ. لان تركي الشيخ يا جماعه كان بيقدم الدعم القوي للنادي الاهلي، وانا كنت بستغرب جدا في حاجات غريبه كانت بتحصل يا جماعه، انا برضو لحد وقتنا هذا مش فاهمها يعني في موضوع بس او قصه بسيطه جدا. تركي الشيخ كان في مره عاوز يبعت طياره او يرسل طياره لجماهير النادي الاهلي في مباراه سان داونز على ما اتذكر، يعمل طياره يعني فيها جمهور النادي الاهلي ويرسلها لسان داونز في جنوب افريقيا. فيها حاجه ما فيهاش حاجه، حصلت مشكله وحصل فيلم انا مش فاهم ليه. يعني زي ما بقول لكم بقى، كانت في مشاكل بسيطه بتحصل انا مش فاهم ليه، ادت ان في النهايه النادي الاهلي خسر تركي الشيخ. انا بالنسبه لي يا جماعه، انا لما عرفت ان تركي الشيخ خلاص هيرحل من النادي الاهلي، انا كنت من الناس اللي متضايقه جدا، لان الراجل ده فعلا انا كنت عارف ان هو ممكن يعمل ايه. كان هيغير ارضيه الملعب، كان في تغييرات هتحصل جذريه في النادي الملعب في النادي الاهلي، كان هيبقى في ستايل للنادي الاهلي، كانت اي صفقه يا جماعه هيتم حسمها بسهوله. فعشان كده يا جماعه ده مكسب تركي الشيخ يا جماعه، مكسب لاي نادي. على فكره يا جماعه برضو ليه استثمارات رائعه جدا. هتقول لي ممكن يعمل ايه؟ شوف اللي عمله في نادي بيراميدز. ليه بقول كده يا جماعه؟ لان ممكن جماهير الهلال السوداني ما تعرفش اللي حصل في مصر والاستثمارات العاليه الممتازه اللي عملها في مصر. شوف بيراميدز، نادي كان ملوش اي تاريخ، حوله لاهم انديه افريقيا، ما بالك بقى نادي زي الهلال السوداني ليه تاريخ. فدايما يا جماعه بقول تركي الشيخ راجل يتقارن مع بوتشيتينو اللي هو رئيس، اللي هو كان المدير الرياضي والمدرب لتوتنهام بريز. ليه بتكلم في الشخصيات دي؟ لان الشخصيات دي يا جماعه هي مدير، كانت في البدايه اساسا شغلها العام في اداره الكره او مدير الكره، فهي بتفهم في اداره الكره. لان في ناس يا جماعه بتبص لتركي الشيخ ان هو لا هيدعم ماديا فقط. لا يا جماعه، دعم مش مادي فقط. ليه قلت بيريز وبوتشيتينو؟ لان الناس دي يا جماعه حولت الانديه من الصفر للعالميه. يعني بوتشيتينو اساسا كان مدير رياضي مش مدرب، وبيريز كان راجل استثماري في المقاولات. ولا كان عندهم يا جماعه الفكر، لان في ناس يا جماعه دايما بتقول تركي الشيخ ممكن يدعم. لا، مش دعم مادي فقط، هو كمان ليه رؤيه وليه نظره كبيره جدا. انت بتتكلم، شوف اللي عمله في نادي الزمالك، شوف الدعم اللي عمله في النادي الاهلي، شوف اللي عمله في نادي بيراميدز. واحده من اهم التجارب. اقول لكم قصه ثانيه، قصه الماليه، قصه الماريا الاسباني. الماريا الاسباني يا جماعه، تركي الشيخ طبعا عمل، يعني كان هو حاليا رئيس النادي الألمانية، دفع طبعا مبالغ عالية جدا جدا جدا. كل المبالغ يا جماعة اللي دفعها باعها، يعني كسبها في لاعب واحد بس تم بيعه. فدايما بقول لكم هو راجل مستثمر على أعلى مستوى. شوفوا اللي عارف تاريخ الراجل كويس، تابع تاريخ الراجل كويس، هتشوف كله نجاحات. شوف اللي عمله في نادي بيراميدز، شوف اللي عمله في نادي الماريا، دفع مبالغ ضخمة جدا في نادي الماريا، وفي الآخر ما شاء الله كسبها في لاعب واحد بس. فدايما بقول لكم ما تخسروش تركي الشيخ. تركي الشيخ راجل بيحب شغله، راجل صدقوني يا جماعه ما اعرفش تركي الشيخ، عشان بس ما حدش يجي يكلمني يقول لي لا انت بتتكلم، لا ولا اعرفه ولا عمري شفته. لكن انا بقول لكم وجهه نظر واحد كان يعني بيتكلم عن في اليوتيوب دايما، وبرده يعني زي ما بيقولوا كده كان متابع الكره في مصر، لان طبعا مصري. شفت اللي حصل في نادي بيراميدز، شفت اللي حصل في نادي الاهلي، شفت اللي حصل في نادي الزمالك. يعني يا جماعه نادي بيراميدز كان نادي محدش يعرفه، حاليا اصبح من انديه القمه، اصبح من انديه القمه مش المصريه، الانديه الافريقيه. النادي بيراميدز كان بيلعب في النهائي الكونفدراليه الموسم اللي فات. فالراجل ده يا جماعه مكسب لاي نادي. تركي الشيخ مهم جدا يكون في القاره الافريقيه، مهم جدا في اي نادي، في اي نادي يكون مهم جدا. لان يا جماعه الهلال السوداني يا جماعه حتى لو اتطور وبقى اهم نادي في افريقيا، ده هيفيد الكره الافريقيه، ده هيفيد الكره الافريقيه في الاول وفي الاخر. فالراجل دوت مهم جدا جدا، ليه استثمارات كبيره جدا في السعوديه، ليه استثمارات كبيره جدا في حاليا في الملاعب الاسباني.
وطبعا كان قبل كده في الأندية المصرية، فراجل على أعلى مستوى، راجل عقلانيته عقلانية متميزة جدا. أنا كنت من الناس اللي هي شايف إن تركي الشيخ كان أفضل طبعا استمراره في النادي الأهلي، وأنا حتى يعني وقتنا هذا مع الكلام دوت. وكان ليه تصريحات ان هو بيقول ان هو ممكن يرجع النادي الاهلي في اي وقت، ولكن مع وجود اداره تانية، لان ده من وجهه نظره. كل واحد يا جماعه ليه وجهات نظر في الموضوع دوت. مش بقول لكم يا جماعه يعني كل واحد ليه عيوب وكل واحد ليه مميزات، ولكن انا لما تيجي تقيم تجربه تركي الشيخ هتلاقي مثلا ان ايجابياته في كل حاجه كانت يعني اهم، ويعني مثلا يعني شايف ايجابياته اكتر من سلبياته. وسلبياته يا جماعه انا مش يعني ما لهاش تذكر، ان أنا زي ما بقول لكم انا بالنسبه لي ما فيش سلبيات اقدر اذكرها لتركي الشيخ غير حاجات بسيطه جدا. انا كنت شايف يا جماعه ان في مشاكل بتبقى يعني سهله جدا، ما فيش الموضوع ما فيش مشكله. يعني كان في مشكله يا جماعه في النادي الاهلي، زي ما بقول لكم الراجل كان عايز يبعت طياره جماهير. ايه المشكله في الموضوع؟ انا مش فاهم ايه المشكله اللي حصلت في الموضوع ده. انا دي كانت من اهم المشكلات اللي حصلت في النادي مع النادي الاهلي ومع تركي الشيخ، ان كان الراجل عايز يبعت طياره جماهير لسان داونز. عشان انتوا طبعا عارفين ان الظروف الماديه في مصر صعب على الجماهير ان هي تقطع تذكره طيران طبعا وتروح ورا النادي الاهلي في جنوب افريقيا. فالراجل دعم وقال انا هرسل طياره جماهير، يعني هو اللي هيرسلها بنفسه، وكمان يعني هيوديهم وهيجيبهم على حسابه الخاص. وده شيء كان يشكر جدا. اللي حصلت مشكله، مش ليه ما اعرفش، حصلت مشكله ليه ما اعرفش. دي من احد المشكلات. وطبعا النهايه كانت مع مشكله حسام عاشور برضو. كان يعني في يا جماعه فيلم حصل انا مش فاهمه ليه، ففي الاخر ادى ان النادي الاهلي، انا من وجهه نظري انت بتكلمني انا من وجهه نظري النادي الاهلي خسر تركي الشيخ. لان تركي الشيخ يا جماعه كان بايده يحصل تغييرات جذريه في النادي الاهلي كتيره جدا، ولكن تركي الشيخ اتجه حاليا للهلال السوداني. فالهلال السوداني يا جماعه رسالتي ليه ما تخسروش الراجل ده باي شكل من الاشكال، حاولوا تحافظوا عليه. هتقول لي يعني ايه حافظوا عليه؟ يعني يا جماعه امشوا ورا كلامه، لان الراجل دوت يا جماعه انت لما تيجي تتكلم، لما بتيجي تشوف، لما بتيجي تقيم تجربه، شوف الراجل ده نجاحاته فين قبل كده. شوف نجاحاته في الماريا، شوف نجاحاته في نادي الزمالك، شوف نجاحاته في النادي الاهلي، شوف نجاحاته في نادي بيراميدز، شوف نجاحاته في اي استثمار رياضي دخله. عشان كده بقول لكم ده راجل مدير رياضي على اعلى مستوى. لما تيجي تقارنه ببريز رئيس ريال مدريد، لما تيجي تقارنه بالناس اللي هي عقليتها زي بوتشيتينيو، ناس ليها علاقات كروية وبتفهم كورة وكويرة. مش الناس يا جماعة جاية تدعم ماديا فقط، لا مش كده ابدا يا جماعة. لما تيجي تقيم يا جماعة ما تقيمش من بره، لا شوف التجربة وشوف التاريخ كامل. شوف التاريخ من اول ما بدأ في الاستثمار الرياضي حتى الآن، هتلاقي نجاحات 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 على اعلى مستوى. فده كان الفيديو بس للناس اللي طلبت، لان في ناس كتير جدا تراسلوا معايا على التواصل السوشيال ميديا، وقالوا لي عايزين تجيب لنا التجربه بشكل واضح، عشان انا كمان كنت يعني مصري وشايف، وكان طبعا ليه تجربه ممتازه جدا تركي الشيخ في مصر، فحبوا يقيموا التجربه ونلخصها. انا شايف يا جماعه ان تركي الشيخ راجل ناجح بامتياز، راجل مكسب لأي نادي. أنا طبعا كنت أنا حزين إن تركي الشيخ يعني مش موجود في النادي الأهلي، لأن أنا شايف إن الراجل دوت من يعني من أهم الرؤساء اللي جم في التاريخ النادي الأهلي يا جماعة. كان ليه رؤساء شرفيين على مدار التاريخ، ده أبرزهم، ده أهمهم، ده بالنسبة لي. ودايما وتاني بكرر أنا معرفش تركي الشيخ، انا معرفش ترك الشيخ، عشان بس محدش، ولا عمري كلمته، عشان بس محدش برضو يجي يقول لي لا انت بتتكلم كده عشان نعرفه. ولا عمري كلمته، انا بتكلم في اللي انا شفته في التجربه اللي انا قيمتها. كباتن النادي الاهلي منهم مصطفى يونس كانوا معايا في الكلام دوت، كانوا شايفين ان الراجل برضو لا فعلا هو داعم 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 داعم. وحتى يا جماعه لما حصلت مشكله رجع تاني، ولكن زي ما بقول لكم كانت في مشاكل بتحصل بالنسبه لي، كانت مشاكل غريبه، مشاكل يعني مش مفهومة. ايه المشكلة ان الراجل عايز يبعت طيارة جماهير بالنادي الاهلي مع سان داونز في جنوب افريقيا؟ ايه المشكلة؟ معرفش. حصلت مشكلة، دي كانت من ابرز المشكلات. تفسرها لي حتى اليوم هذا انا مش عارف ايه المشكلة، وانا مش فاهم في ايه. ولكن قدر الله مش شاء فعل، هو حاليا موجود في القارة الافريقية. فاتمنى من الهلال السوداني ان الراجل ده يا جماعة تمشوا ورا كلامه. هتقولي يعني إيه تمشي ورا كلامه؟ لان الراجل ده ليه عقلانيه ممتازه جدا 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 في عالم كره القدم. كان معكم سموح، شكرا.